ما رشحناه بخجل، ما رشحناه اطلاقا، ولا هو رشح حاله اطلاقا الحكيم. وفيق صفا يستحي حاله قاعد مخبى كان بين الناس، ما بعرف كم واحد مات بسببه تيرجع يتمرجل على حفره قتل فيها امين العامل بعد ما دفنوا، بحقه 12 نايب. اكثر شيء في يقول انا 12 نايب ما راح ينتخبوا سمير جعجع، واكيد اذا ترشح سمير جعجع قولوا منه مرشح. حقه هالقد وفيق صفا، راحت ايامها. انت وقتها كنت قادر تتمرجل، وقتها كنت قادر ترفع اصبع ما حدا قراك، هلا بدنا نقريك. واليوم مين اللي راكد ورا الامريكان؟ دخيلكم امنوا لنا الضمانات اسرائيل ما ترجع تكلنا، مين؟ نحن ولا جماعه الحزب؟ مين عم بيبوس اوكستاين؟ محمر خدود اوكستاين كل ما يطلع وينزل من عين الثاني، والاخ الاكبر والاخ الاصغر. ايران ما عاد تمشي، ما عاد تحصل بنطلونها ايران. نحن قبل حزب الله بدنا نقاومها، مش حزب الله بده يقاومها، لانه نحن هلا عندنا قدره نقاوم اصلا اكثر من حزب، اكثر من بقي لحزب الله. يحكم الاخوان سئل ليكي فليحكم، فلتحكم داعش كمان. صار في تواصل بين دكتور جعجع والشرع؟ نعم. رئيس جهاز التنشئة السياسية بالقوات اللبنانية المحامي شربي العيد، أهلا وسهلا فيك عبر البرنامج. شكرا، ميرسي إليك. رح بلش من الآخر، من يلي العالم مهتمة إنه تسمعه، شو رح تعمل القوات بجلسة الخميس؟ القوات اليوم بعدها عم تتشاور مع كل أصدقائها، مع كل الكتل، مع كل الشخصيات، حتى نقدر نبلور موقف واحد لشخصية تتمتع بقدر عالي من السيادية والجدية والقدرة على بناء دولة حقيقية في لبنان، وعلى نوع شخصية تقدر توصل. بعد لليوم ما عندنا اسم معين توافقنا عليه نحن والآخرين حتى نروح ونصوت له بالجلسة. بس كل التسريبات تشير إلى أنه صار في نوع من تكويعة لعند قائد الجيش اللي كنتوا رافضينه. لا، لليوم نحن بعد ما قررنا نمشي بقائد الجيش. نحن من الأساس أساسا بس لنذكر الناس، نحن يلي قدمنا مرتين اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش. نحن أول ناس قلنا وبعدنا عم نقول إذا صار في توافق على قائد الجيش نحن ما عندنا فيتو عليه، إنما نحن عم ننتخب اليوم رئيس جمهورية، بدنا نقعد مع قائد الجيش ونطلع على مشروعه الرئاسي ونشوف شو رح يعمل. يعني بعد ما شفوه ونقتنع باللي بدنا نعمل. ما صار اللقاء؟ لا، ما صار اللقاء بعد، لا. بالتالي طبعا كله متعلق بهذا اللقاء وبمدى اقتناعنا بالمشروع اللي بده يحمله قائد الجيش وبقدرته على تنفيذه. ولكن الدول الخارجية عم تقدم مشروع قائد الجيش نوعا ما، يعني اليوم دول خارجية، نحن قوى محلية بنعمل بحسب قناعاتنا. بس هوكشتاين والمبعوث السعودي وغيره حكيوا باسم قائد الجيش مع القوات اللبنانية؟ حكيوا باسمه مع كل العالم، ويلي قلنا لهم اياه هلا عم نقوله. شو بدكم تسمعوا من قائد الجيش لتدعموه؟ بدنا نعرف شو مشروعه الرئاسي. نحن عم ننتخب رئيس جمهورية للبلد استاذ، مش عم ننتخب موظف بشركة أو وزير، مع احترام أبداً. الحد الأدنى نحن عنا أمانة، نحن وكالة، نحن بنمثل أكبر حزب اليوم بلبنان، بنمثل أكبر كتلة نيابية بلبنان. البلد ما بقي منه حجر على حجر، لا بقي اقتصاد، لا بقي يعني أمن، لا بقي أمان، لا بقي سيادة. بلد مشلع، بلد بده إعادة بناء. كيف بدك تبني هالبلد؟ كيف بدك تطمن هالناس؟ من بين أبرز النقاط اللي لازم تكون موجودة بمشروع قائد الجيش أو غيره بالنسبة للقوات اللبنانية شو رح تكون؟ القرارات الدولية، نزع سلاح حزب الله. هلا ما بقي منه شيء، بس انه على اللي بقي نزع سلاح، ترسيم حدود، تطبيق قرار وقف اطلاق النار، اجراء اصلاحات بنيويه شامله على مستوى الاقتصاد، على مستوى الاداره، قضاء مستقل. بدنا الحد الادنى يكون عندنا بلد، يعني مش بشروط القوات اللبنانيه، بشروط قيام اي دوله بالعالم. ما فيش دوله اليوم تبنى بالعالم من دون مواصفات، من دون دوله جديه، من دون دوله سيده، من دون حدود مرسمه، حدود مقفله، من دون سلاح حصري بيد القوى الشرعيه اللبنانيه. مش مساله هون نوايا، هلا كتار بيطلعوا لك سنبني وسنفعل، جريت، بس خبرني خريطه الطريق تبعك شويه. كيف؟ هون اذا ما خلوك شو رح تعمل؟ هون اذا عقربوا لك شو رح تعمل؟ هون اذا تحايلوا شو رح تعمل؟ اي نوع حكومات بتفضل؟ اي بيان وزاري بتفضل؟ في نقاش طويل عريض. طيب، مع قائد الجيش ومع غيره. يعني بفهم اذا ما صار في لقاء من اليوم للخميس لن تصوت القوات لقائد الجيش، لمن ستصوت؟ المساله مش بانه صار في لقاء بشكل لقاء، المساله انه بده يكون في تواصل بين هذا المرشح او غيره مع رئيس الحزب للاطلاع على مشروع هذا المرشح الرئاسي والاقتناع فيه. هالقد مش قصه الشكل بنعمل لقاء او وين بيصير، كله تفاصيل. بس هيدا يختلف عما قالته القوات اللبنانيه. ليه؟
انه المشكله مش عندها اصلا، المشكله انه الثنائي الشيعي لم يقبل بقائد الجيش. انت عم تساليني عن حالنا بس بتقولي لي هلا انتم وحدكم اليوم، بقول لك لا، كمان في ممانعه، في قوى اخرى بالبلد ممانعه على وصول قائد الجيش. ايه بس طبعا لاسباب مختلفه، هن لاسباب مختلفه عن غير الاسباب اللي نحن برجع بقول نحن هلا ما عم نقول انا موقف ممانع، وما عم نقول نحن ما راح نصوت له، ونحن ما عم نقول اصلا في فيتو عليه، ومش مزبوط. نحن من سنتين اول ما انطرح، اول ما انقال، اول ما نذكر اسم قائد الجيش كمرشح رئاسي لجمهورية لبنان هو الدكتور جعجع، وبرجع بقول لك الوحيدين اللي قدمنا مرتين اقتراح قانون للتمديد له. يعني نحن ما عندنا مشكل بالمطلق هيك مع قائد الجيش او مع شخصيه قائد الجيش، ونحن من اشد المعجبين واشدنا فيه عشرات المرات بقيادته للجيش اللبناني والمؤسسه العسكري. بس هونيك عم نحكي كقائد جيش، هلا عم نحكي نحن كرئيس جمهوريه. شو بدك، شو نظرتك لهذه الجمهوريه؟ ما بنقعد نحن وياه انه شو طالبين دخلك، يعني انه عجيبه اكبر حزب اليوم بلبنان، اكبر كتله بلبنان عم تيجي تطلع على مرشح قائد الجيش الرئاسي لتشوف هي وياه وين فيها توصل. طيب بناء على اللي عم تقوله، يعني انتم من سنتين كنتوا طارحينه، اليوم البعض يقول انه القوات تراهن على تطورات اقليميه ما تغير كل الصوره وتعود وتاتي بسمير جعجع رئيسا للجمهوريه، لهيك في خجل اليوم باعلان ترشيح سمير جعجع. هذا مش رهان، القوات اللبنانيه ما عم بحكي هلا على قائد الجيش، بين انه هيك يوصل رئيس نص رئيس وعشوائي تهريبه، ولانه هلا خاصوا الشباب صاروا مطيرين 12 جلسه وقالوا سنتين وشهرين ما بدهم رئيس، هلا هيك حاصوا تيمرروا هيك نص رئيس بنص تهريبه بساعتين وثلاثه، وفي امكانيه بجمعتين وثلاثه نجيب رئيس اقدر، رئيس جدي اكثر، رئيس اصلاحي اكثر، رئيس قادر يقود البلد اكثر على راس السطح، مش تهريبه هيدي ومش رهان. ايه طبعا ليش لا؟ شو رح تفرق بهالجمعتين؟ شو رح يتغير بهالجمعتين؟ ما بعرف. عشان عم تراهنوا؟ ما عم نراهن، يمكن ما يتغير شيء، يمكن يتغير كثير، بس عم بحكيكي بالمبدا انه هي رهان كانه مستحيين فيه، لا ابدا مش رهان. هلا نحن اذا توافقنا مع اللي فينا نتوافق معه على رئيس عنده حد كافي من النفس السيادي والنفس الاصلاحي والجديه والقدره على بناء بلد وعلى انقاذ هذه الجمهوريه، هلا بننتخبه. نحن اذا لا معنا ربع واحد وثلث واحد وتنشوف وبلكي وما بلكي بس ما بقى فيها ننطر، لا قادرين بننطر بعد. ليه ما بننطر؟ طب ليه لكم سنتين وشهرين بتعطلوا البلد و12 مره بتهربوا من موضوع النصاب. هلا برجع بقول لمساله تعطيل نصاب ولا شيء، يمكن ما يتامن اصلا لاي حدا من المرشحين ال 65 صوت ليقدر يوصل على رئاسه الجمهوريه، بالتالي حكما بتروحي على مشاورات اكثر، حكما بتروحي على ارجاء للجلسه. بس لكن في خجل باعلان ترشيح سمير جعجع، ليه؟ ليه ما كنتوا؟ مش خجل، ما في قرار اصلا، لا ما رشحناه بخجل، ما رشحناه اطلاقا، ولا هو رشح حاله اطلاقا. الحكيم في رغبه شعبيه لبنانيه سياديه مسيحيه عارمه لوصول الدكتور جعجع الى رئاسه الجمهوريه، نظرا لانه هو رئيس اكبر حزب، نظرا لانه هو رئيس اكبر كتله نيابيه وتحديدا اكبر كتله مسيحيه، نظرا للتحول السياسي الكبير اللي شهده لبنان، نظرا للمتغيرات الاقليميه اللي صارت للوضع الجيوسياسي الجديد يلي نشا. كل الناس اعتبرت انه هلا اللي لازم يكون واللي نتيجه كل هذه التحولات لازم يكون رئيس جمهوريه هو سمير جعجع. لا الحقيقه لا عنده رغبه، وحقيقه ما عم يشتغل على الموضوع، عم بحكيك اياها وبالعلن. ولو عنده رغبه لازم يكون عنده رغبه، وعم نناقش انه لا لازم يكون عندك رغبه، بس بنفس الوقت الحكيم بيعتبرها واجب اذا سمحت له الظروف، تحديدا الظروف الانتخابيه الواقعيه، اخرتها بدك تعدي اصوات، اذا سمحت له ظروف توصلوا على قصر بعبده لن يترددوا. هذه الظروف اليوم غير سانحه لوصول سمير جعجع. ليه؟ الفيتو يلي اطلقه وفيق صفا، بشرفك وفيق صفا يستحى حاله قاعد مخبى كان بين الناس، ما بعرف كم واحد مات بسببه تيرجع يتمرجل على حفره قتل فيها امينه العامل بعد ما دفنوا. عيب عليه يحكي الحكي، ولا الايام اللي بيرفعوا فيها صابع وبيحطوا فيتويات. حقه 12 نايب، اكثر شيء في يقول انا 12 نايب ما راح ينتخبوا سمير جعجع، واكيد اذا ترشح سمير جعجع قولوا منه مرشح، حقه هالقد وفيق صفا. وكتر خير الله ما اضطرينا نحن كثير نرد عليه، لانه العالم لحالها قيمتي وقاعده من قلب بيئتك. روح غير ازاز البيوت العالم يا وفيق صفا، جيت تتمرجل على سمير جعجع ازاز. ما عم اقول لك قوم عمر بيوت اللي تدمرت، لليوم بعدهم عم بيشيلوا جسامين ناسك. لك عين تحكي وتطلع وبيئتك ملكومه ومنكوبه، ناس منفجر فيها
4000 جهاز ما عم فيها تتحكم، الاطفال بالارض، البيوت متبقى، تشييع بعد ما قدرت عملت لزعمائك. مين عم تتمرجل انت يا فيصل؟ راحت ايامها، انت وقتها كنت قادر تتمرجل، وقتها كنت قادر ترفع اصبع ما حدا قراك، هلا بدنا نقريك؟ شو بدك فيه وفي صفا؟ 12 صوت يعمل فيهم اللي بده اياه، مين ما بينتخب ينتخب، بس اللي بدي اقوله بهذا الموضوع التوازنات السياسيه الموجوده اليوم بالبلد، التوازنات البرلمانيه هيدي ما بتعكس الوضع الاقليمي الجديد في لبنان، انه مزبوط كل اللي سقط الاسد، حزب الله بنسخته العسكريه انتهى، انما المجلس النيابي اليوم هو ينتمي الى مرحله سياسيه سابقه، فينا نفسر بهذا الموضوع بس بعد، وبالتالي بس تقول انه لا يسمح بكل بساطه لوصول سمير جعجع، مش لانه هن اقوياء، لانه المعارضه مشتته، لانه اللي انتخبون الناس على انه هن معارضه طلعوا مش معارضه، طلعوا تسويين، وطلع هيدا حقه باسبور من هون، وهيدا حقه رخصه من هونيك، وهيدا ما بده يعطي موقف، وهيدا هيك الحق على الناس. يعني بفهم انه جعجع لم يترشح، عم تقلي بس لم يترشح حتى الان عم تقلي بس حزب الله 12 نايب، وعم تذكر موضوع المتغيرين اذا صح التعبير، لم يترشح لانه الاقربين ما راح يصوتوا له قبل. في ناس اقربين له بالخط السياسي السيادي العام، ربما مش اقربين له بنظرته لبناء الدوله. مع سمير جعجع ما فيك تعملي مزرعه، ما فيك توظفي بالزبائنيه، ما فيك تمسكي وتحطي ايدك على القضاء، ما فيك تشتغلي عصابه باداره الدوله، ومليانين في ناس حلفاء مثل خصومه بهذا المساله. وصول قامي بحجم سمير جعجع لرئاسه الجمهوريه بدها طبقه سياسيه مختلفه عن معظم الطبقه السياسيه شايفتيها اليوم من مقربين ومن ابعدين. طب استاذ شربل، ليش اليوم في هالاستخفاف بقوه حزب الله في الداخل؟ يعني قد يكون الحزب، رح سلم معك جدلا، خسر عسكريا، لا مش ولكن حزب الله في الداخل اللبناني بعد عنده جمهوره وقوته في الداخل اللبناني. انت اليوم عم تختزلها بكم نايب، بس هو قوه اكبر. شفنا تحركات شعبيه، البعض ما شفت شيء، بس البعض تحدث عن امكانيه لتحركات شعبيه اكبر. قد ما بدهم لهم حق يتحركوا شعبيا، وما حدا عم يستخف اصلا، ولا حدا بده يفتقت من تمثيلهم السياسي، وما حدا قادر. لو بدنا مش قادرين نفتقت بتمثيلهم السياسي. لا، انا قلت لي انت قلت حزب الله 12 نائب، بالفعل 12 نائب شو قليله؟ كتله نيابيه من 12 نائب. حزب الله اللي بطل موجود وبنسخته العسكريه، حزب الله اللي بدنا اياه يضل موجود هو هالكتله النيابيه اللي عنده اياها. اليوم 12، بكره 7، بعد بكره 20، شو بيئته بتعطيه ويمارس عمله السياسي مع الاخرين بالبرلمان كقوه سياسيه، مش كقوه عسكريه تمارس الترهيب وتمارس الاغتيال وتمارس التصفيه وتأسر قرار البلد وبتاخدك على حرب وبتاخدك على السلم وبتاخدك على استسلام وبترجع بتاخدك على انتصارات واصابعه مقطوشه. مش مقبول. حزب الله اللي مطلوب يكون هو اللي انا فيه اليوم كقوات. انا عم بتمنى لحزب الله اللي عم بتمنى لحالي. انا اليوم شو اليوم الا انه حزب سياسي وكتله برلمانيه. شو انا خلي بدك تكون انت غير عني وغير عن كل بقيه اللبنانيين. لا، مش مستهترين بمعنى عم نقزم له دوره. لا، بنسخته العسكريه انتهى. مين بقى مين؟ انتهى ومضى هو على وثيقه استسلامه لك يا استاذي. هو مضى على انه يطبق ال 1701، مضى على انه يفكك كل بنيته بكل جنوب وشمال الليطاني، مضى على انه ما يكون في قوه مسلحه بلبنان الا من الجيش اللبناني للحرس البلدي ومعدديهم. انا بكون عم اقول له انت هيك، انت نيت حالك، انا فوضتون ولا الاخ الاكبر فاوض؟ انا مضيت على الاتفاق ولا حكومه الممانعه اللي هي حكومتك مضيت على الاتفاق؟ انا شو كنت عم بعمل؟ وانت شو كنت عم تعمل؟ هو اللي كانوا عم يعملوا. نحن قلنا سنين بنقول لهم يا اهل الخير طبقوا ال 1701، اخذين البلد واخذين حالكم على هلال. يقولوا اعلى ما بخيلكم ركبوه. شفنا مين ركب على الخيل. رح نرجع لموضوع الجنوب و1701، بس ذكرت نقطة كثير مهمة. قلت لي المجلس النيابي اليوم لا يعبر عن توازنات المنطقة والتغيرات اللي صارت في لبنان والمنطقة. يعني انتم بدكم مجلس نيابي جديد ينتخب رئيس؟ ربما نحن نروح على انتخابات مبكرة؟ طبعا. بس اللي عم تقولوا يوحي انه لن يكون هنالك رئيس بخميس، نهار الخميس او نهار الجمعة. البعض توقع انه يتم تبديل الجلسة. ربما ما يكون في انتخابات رئيس. لليوم ما في بعد حدا عنده 65 صوت. هلا حتى اللحظة انا عم بحكيك
بعد ما في حدا عنده 65 صوت. معقول القوات لليوم ما عندها خياراتها؟ يعني ما مين بتعرف قال لك ما عندنا خيارات؟ مين اول عنا اقتراح تسميه؟ مين كيف الثاني لك؟ مين؟ لا بس هيدي مش لنقولها هلا، هيدي عنا لنبحثها مع حلفائنا ولنشوف اي اكثر اسم من الاسماء اللي نحن عنا اياها بيحصد اكثر وقادر يجيب اكثر حتى ننزل في على الجلسه. بتوثقوا بحلفائكم؟ ايه طبعا. مين حلفائكم؟ كل القوى السياديه المعارضه بلبنان بتعرفيها، يلي التقت باكثر من محل وبعدها اليوم عم تتلاقى. طيب هل ترى ربط موضوع اعاده الاعمار باسم الرئيس من قبل القوى الخارجيه تحديدا من الخماسيه وبعض اطراف الخماسيه، بتشوفوا هيدا طبعاً. امر سياده؟ بنشوف شو؟ امر سياده هيدا؟ لا هلا هو الامر المش سيادي الاساسي يلي وداكي لهون هو انه انت بعتي سيادتك لايران وكلفتي حزب او بالاحرى سمحتي لحزب يعمل بقرار ايراني ينتهك السياده اللبنانيه وياخدك على حرب. ليش هذا اللي صار اول شيء له علاقه بالسياده؟ ما فيك تتساعدني كل هالتساعدنات كل هالسعدنات وتاخدي بلد على حرب وتدمري بلد وبلدك منه قادر يدفع رواتب موظفيه، واذا بدها تيجي دوله تعمر لك تقول لك انا رح اعطيكي من جيبتي اعمر لك بس بدي اياكي تكوني دوله. هي شو عم يطلبوا هلا السعوديين او الامريكيين؟ عم بيقولوا خيي هيدي اجنده خليجيه بدي نفذ، بدي لبنان ينفذها تا انا اقعد اعمر له. عم يجوا الامريكان يقولوا هيدي اجنده امريكيه غربيه امبرياليه صهيونيه نفذها يا لبنان تعمر لك. شو عم بيقولوا اثنيناتهم ان كانوا سعوديين وان كانوا امريكيين؟ عم بيقولوا بدنا نبني دولة بلبنان، بدنا ندعم الجيش اللبناني، بدنا الجيش يبسط امنه هو على كل الحدود، ما بدنا حدا يتسلح بلبنان، ومنعمر لكم بس ما بنعمر لكم اليوم ترجعوا تتبقوا بكره، واليوم مين اللي راكد ورا الامريكان؟ دخيلكم امنوا لنا الضمانات اسرائيل ما ترجع تاكلنا، مين؟ نحن ولا جماعة الحزب؟ مين عم بيبوس اوكستاين محمر خدود اوكستاين كل ما يطلع وينزل من عين الثاني والاخ الاكبر والاخ الاصغر وهون ضيافه وهون مدري مين؟ نحن ولا هن؟ مين؟ ولك عيب عليهم بيجوا بيخبكوا على السياده، ولك انتوا اللي ما خليتوا للسياده الا طعمه، انتوا اللي انتهكتوها كل يوم، هلا عم تيجوا تحكوا بالسياده؟ إيه انه شو بدك من السعوديه تيجي تقول ايه انا بدي اعمر لكم بس بكره بده يطلع نعيم قاسم يسب السعوديه ويقول اشرف معركه عملها حزب الله مثل ما قال قبله حسن نصر الله هي مش ضد الصهاينه ضد ال سعود، كيف هالمنطق هيدا؟ خبريني شو طالبين السعوديين والامريكان بما يمس بالسياده اللبنانيه؟ تسليح الجيش يمس بالسيادة اللبنانية، حل الميليشيات يمس بالسيادة اللبنانية، تطبيق اتفاق الطائف بمس بالسيادة اللبنانية، بناء دولة بلبنان أسوة بكل دول العالم على امتداد الكرة الأرضية بمس بالسيادة اللبنانية. أنا مش عم دافع عنهم بس هذا منطق. بعدين ليكي بمس مين رح يعمر لهم؟ مين رح يعمر لكم؟ إيران يلي ما عم تسمحوا إنه أموالها أو هذه الدول ما عم تسمح. ولك أكيد لا، ولك يا أستاذي أول شيء أنتم مبسوطين باللي عم يصير بالمطار؟ كتير مبسوطين من يصير بالمطار ولازم يصير أكثر بالمطار. إيران تحت العقوبات، إيران اللي بياخذ منا ليرة بيصير هو تحت العقوبات. هالقرار أنا حاطه ولا أداء إيران ودورة تخريبي بالمنطقة هو اللي جعلها تحت العقوبات؟ واحد اثنين، أي أموال بدها تعطيها إيران؟ إيران من شهر سكرت المدارس لأنه مش قادرة تأمن وقود ليدفوا طلابها. إيران ما عاد تمشي، ما عاد تحصل بنطلونها إيران؟ ليه ما بتدفع دخلك؟ ليه؟ ما عم فيها توصل لهم؟ قبل شو عملت لهم؟ قبل شو عملت؟ كم باعت قبل الحرب؟ كم باعتهم شعار لحزب الله؟ كم باعتوا شعار لحزب الله؟ كم عبأت حزب الله؟ من دفع حزب الله هذا الدفع إلى الموت؟ شو عملت له؟ وقت كانت قادرة قبل قرار وقف إطلاق النار شو عملت له؟ هلا أوكي بتقولي مش قادرة وفي إيران قبل وقف إطلاق النار بالحرب اللي كانت قائمة كيف إيران دعمت حزب الله؟ حدا يخبرني كيف؟ أنا بقول لك كيف. من بعد مقتل نصر الله بساعات كان الرئيس الإيراني عم بيوجه من منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عم بيقول نحن نريد الوئام والسلام، وكان محمد جواد ظريف عم بيقول شالوم. نسيوها هي إيران. طيب يلي عم بيقول اليوم أن القوات عم تراهن على عودة الحرب على إضعاف أكبر لحزب الله وتراهن على الشروط الإسرائيلية اللي تفرض على لبنان من أجل السيطرة أكثر في الداخل ويمكن موضوع رئاسة الجمهورية. شو هي بس الشروط الإسرائيلية تفرض على لبنان؟ ماشي، في شروط أممية دولية ولبنانية أقرتها الحكومة عم تفرض على حزب الله. كمان بدنا ننتبه على المصطلحات اللي بنستعملها. إسرائيل شو فارض أغلق هلا على لبنان؟ حدا يعطيني شغله وفرضها على لبنان، إنه حزب الله يبطل مسلح؟ حبيبي قبل إسرائيل أنا بديش حزب الله يكون مسلح.
وقتها كنت حزب الله واسرائيل عم يحكوا ويتبادلوا يعملوا تبادل اسرى ورهائن بال 2004 و2003 ونحن كنا بالمعتقل لانه كنا عم نطالب بحل سلاح الميليشيات واولا حزب الله. انه شو اذا اسرائيل ما بدها سلاح حزب الله معناتها انا ماشي مع انا ما بدي سلاح حزب الله. خيب الدستور ما بيقبل بسلاح لاي حدا الا سلاح الدوله. شو بدي باسرائيل؟ شو اللي عم تطلبه اسرائيل اليوم اصلا من لبنان؟ ما عم تطلب شيء. اسرائيل دوله عم تطلب حمايه حدودها، اوكي؟ ونحن لبنان اذا عندنا حد ادنى من السياده ما لازم يكون في سلاح غير شرعي الا بايد سلطاتنا وقوانا واجهزتنا الشرعيه اللبنانيه. اسرائيل لليوم دوله تغتصب اراضيك في الجنوب. اي اراضي ورح يخلصوا اي اراضي 60 يوم وبعدها بكثير من المناطق. اسرائيل اليوم دوله كانت نايمه عيط لها حزب الله تحت شعار انه هو بده يبيدها وبده يزيلها وانه هي اوهن من بيت العنكبوت وانه باصبعه بيطبق تل ابيب. هو عيط لها كانت نايمه قال لها تعي وصلي لعندي لحدود الليطاني. لو ما يطلع واقف اطلاق نار كانت هلا صارت ببيروت. اذا مين عيط لها لاسرائيل اذا اصرت على الوجود على البقاء جنوبا حزب الله قال نحن بدنا اقاومها. مش حزب انتوا الله. وين رح تكونوا؟ نحن قبل حزب الله بدنا نقاومها، مش حزب الله بده يقاومها، لانه نحن هلا عندنا قدره نقاوم اصلا اكثر من حزب، اكثر من بقي لحزب الله، بس لا دور حزب الله، في جيش لبناني وفي حكومه لبنانيه هي بتتحمل مسؤوليتها اذا بقت اسرائيل. بس انا بدي اسال سؤال، اليوم مين اللي عم يعطي الذرائع لتبقى اسرائيل؟ شو بينصر الاتفاق؟ تفكيك حزب الله اولا بدءا من جنوب الليطاني. فككت حالك من جنوب الليطاني ولك ما انت عم تطلع تحكي يا نعيم قاسم ونوابك المقاومه باقيه، المقاومه جاهزه، نعزز مقومات صمودنا. امبارح طلع المفتي قال رجع حزب الله زبط اموري ورجعنا دعمناه. خليهم يحكوا يا حبيبي. الاتفاق لا يتنفذ حتى تنسحب اسرائيل. في خطوه اولى انت بدك تعملها، تفكك حالك وتبدا بالانسحاب من جنوب الليطاني. عملتها؟ لا. طب هي اول خطوه بدك تعملها، بدها تنسحب اسرائيل ويفوت الجيش. هي اول خطوه. اذا ما عملتها كيف انا بدي اقول لاسرائيل بموجب اتفاق مش انا اللي عم دافع عنه، مش انا عملته، موجب اتفاق انت فوضت عليه وحكومتك مضت عليه. مزبوط يا استاذي ولا لا؟ شو انا مش شغلتي انا جاوب، انت قل. لا بس انه بدي اجرب خليك تجاوبي. رح بعد شوي عن الموضوع اللبناني، نروح على الموضوع السوري لانه عامل كثير جدل مؤخرا، والبعض بيتوجه باللوم الكبير للقوات اللبنانيه، خصوصا بعد امبارحه تصريح لهيثم المالحي اللي هو معارض سعودي بيحكي فيه كان معارض سوري، اليوم قريب من السلطه الحاكمه في سوريا اذا صح التعبير، بيقول لبنان أرض سورية ويجب أن تعود إلى سوريا، وأنتم كنتوا عم تقولوا عنهم رفاق. لا أنا ما بقول عنهم رفاق صراحة. استشار طبعا حبيبنا وصديقنا عنده أسلوبه طبعا، واللي قصده شارل واضح وقال إنه إيه نحن الرفاق مع الجولاني بالنسبة لتقاطع معين هو عدائنا المشترك لنظام بشار الأسد. يعني كان تعبير مجازي، هلا ما يحملوه اللي هو عن جد ما بيحملوه. ليكي لا هيدا ولا غيره كلام. أول شيء هلا شو بيمثل هذا كله سوا هلا بالإدارة السورية الحالية أو بالنظام السوري الحالي؟ ما في أشرس على لبنان كان من نظام بشار الأسد ونظام بيو حافظ الأسد. ما رح يمرق نظام أشرس ودموي وعنيف ودمر وصفى واغتال وسلب القرار ونهب اقتصاد وشو ما كان يكون أكثر من بيت الأسد. بعدين أنا ليش بدي أنظر هونيك شو عم يعملوا؟ أنا بيبي يعني بدي أنطر مدري مين، بخاف حدا يسفقني كف. أنا بقى محل يكون جدي، دولة جدية، اعمل حدود مثل ما لازم، واللي بده يجي مين ما يجي برقبته بدي يفك له إياها على الحدود. ما فهمت. قولوا شو نحن موتى يعني بهالبلد؟ مدري وين بيطلع بسوريا بيحكي ما سمعت شو صار. مبلا سمعت شو صار، مبلا سمعت شو صار. انا بدي ابني دولة لاي كان، ان كان هو وان كان غيره بمد ايده على البلد رقبته بدنا نفك له اياها. شو هودي؟ بعدين اللي بيجي بيحكي على القوات اللبنانيه بيتهمها، لك يا تسلموا لي. ولما انتم ذاتكم بتتهموا القوات وهي عم تتماهى مع الحركات الاصوليه، انتم كنتوا تقولوا انه نحن طائفيين مجرمين دمويين كنا نصفي الاسلام نتبع الهويه ونكبهم بالبحر. يا اخي نحن او بنتبع الهويه ونكب الاسلام بالبحر او نحن اصوليين عن جد ما نعرف. ايه انتوا شو؟ استحوا عن حالكم. انتوا شو؟ نحن انتوا كنتوا يحكم الاخوان اخر فتره باخر مرحله. لك يحكم الاخوان. سئل ليكي فلتحكم داعش كمان اذا هلا في شي دوله بالعالم اكثريه شعبها اصولي، اكثريه شعبها متعصب، وراح شعب اختار هو يحكمه بليس. شو بقول له انا؟
انه شو بقول له انا؟ انه عم يتشاطروا يعني؟ سئل الحكيم بمقابله تلفزيونيه انه ما بتخاف اذا الاخوان المسلمين حكموا بمصر؟ قال لهم اذا صار في انتخابات نيابيه والشعب المصري قرر الاخوان شو فليحكموا الاخوان. عم يتسلوا هلا، مين فاضيلهم بشكل. صار في تواصل بين دكتور جعجع والشرع؟ نعم. ليه ما صار في زياره؟ ليش شو بدنا نزور زيارات؟ خلي الدوله اللبنانيه تروح تعمل زيارات. بما انه العلاقه جيده، ليش ما شفنا لا ما في علاقه قواتي بالمشاكل يلي حصلت؟ استاذي، لا في علاقه جيده ولا في علاقه مش جيده، وفي حد ادنى من قناه تواصل مع اداره جديده صارت بسوريا، صار في تواصل معه لامرين. كرمال شو؟ للمعتقلين لنعرف، يخبرنا هو كقائد لاداره جديده بسوريا عن ما تبقى من معتقلين لبنانيين، اذا تبقى معتقلين لبنانيين احياء بالسجون السوريه، وللمطالبه بتسليمنا ناس ملاحقين بالقضاء اللبناني، مواطنين سوريين متورطين باغتيال رفيقنا الشهيد باسكال سليمان. وطبعا بانتظار هالإدارة الجديدة بسوريا هي شو راح تعمل، تعضى وتكون علاقة من دولة لدولة. في جواب لهلا بأي من الملفين؟ للأسف لهلا ما في شيء إيجابي. إنه ما في شيء إيجابي بمعنى لحد هلا ما تلاقى معتقلين بعد، تلاقى اللي طلعوا اللي شفناهم يعني، بس لا نحن موثقين 622 اسم لبناني معتقل بالسجون السورية. هيدا الأعداد كلها ما مش موجودة. أحلى شيء بيقولوا إيه ما قال لكم ميشيل عون إنه ما في، إنه قال له بشار إنه ما في. قال له يعني قتلهم ما في. شو مبسوط يعني بيعتذر منا؟ سندعي على كل من اتهم ميشيل. لو بدي اتهمه لليوم بدي اتهمه. راح قال له بشار الاسد ما عندي معتقلين، معناتها ما عنده انه هو ما خطفهم؟ معناتها خطفهم وذبحهم وقتلهم. بتروح بتعمل معه كل هالعلاقات السياسيه وبتبعت له بيير رفول جمعه طالع جمعه نازل، وبتصير انت وياه قاعد بحضنه 6 سنين بعهدك، واذا نحن فتحنا تمنا هلا انت قالك علينا؟ شو هالوقاحه هاي؟ بس انتوا عايزينه اليوم لميشيل عون في موضوع الرئاسه تحديدا. مش عايزين البلد. ليش ما رحتوا التقيتوا فيه؟ بمين؟ بعون او باسيل. في قنوات تواصل مع النائب باسيل لها علاقه برئاسه الجمهوريه. نحن سلف وقبل تقاطعنا على الوزير السابق جهاد أزعو. انه وقتها كان في مجال للتقاطع تقاطعنا معه. بس هن عبروا عن استعداد معين. استعداد شو؟ لدعم الدكتور جعجع في حال صار في هيدا الحديث اللي ما هنالك. مثل واحد بيجي بيقول لك اذا مثل واحد يعني عايز ليره، بتقولي له اذا صار معك مليار دولار بعطيك الليره. حبيبي لو معي مليار دولار عايز ليرتك؟ انه اذا ايه طبعا. شو اجوا قالوا التيار بموضوع ترشيح الحكيم؟ مرشح طبيعي. والله ثانكس ناطرت لنا مرشح طبيعي. ايه زعيم اكبر كتله شو بده يكون؟ وزعيم اكبر حزب مسيحي شو بده يكون؟ يعني اوكي اكيد طبيعي. ايه ما في مانع نشوف اذا كان في توافق حواليه. اذا في توافق حواليه شو بدي فيه؟ كيف شو بدك فيه؟ بدك تأمن له الاصوات. ما اذا في توافق يعني عندي الاصوات. لك اذا عندي توافق يعني اذا الاكثريه بدها اياه صار عندي اكثريه شو بدي فيه؟ مش عم بيبيعوا الناس حكي. هودي ما قالوا نرب السياسه. ايه وقتها بده بيقول لك بدنا نرسي قاعده الرئيس الاكثر تمثيلا. وقتها ميشيل عون اكثر تمثيلا، هيدي كانت قاعده ذهبيه. هلا اذا في توافق بنمشي. ما انتبهي بالطبيعه هودي الناس ما بيتحملوا شخص بقامه سمير جعجع رئيس جمهورية. سمير جعجع بده اصلاح، هن ربيوا وترعرعوا بالفساد. سمير جعجع بده دولة جدية قادرة وكذا، هن لليوم رابطين مع الممانعة لليوم. لا تغير الموقف وعبروا عن تغير في الموقف من أول أكتوبر الماضي لليوم. ايه وقتها كان القتل ماشي والدبيك ماشي دغري، حملوا حالهم تيخلصوا ينفضوا بريشهم قالوا لهن يصير شيء عليهم. هلا استوت الامور وخلصت بالنسبة لألون. لمس جبران انه هو ما بقى موضع ثقة عند الآخرين غير الممانعة، ما بقى حدا يوثق فيه بشكل جدي. مكره اخوك لا بطل، ورجعوا وياهم اليوم بتحالف استراتيجي. الا اذا هلا ببين انه قادرين نرجع نتقاطع نحن وهن على مرشح، والكلام موجود. بتكون ترجعوا لجهاد أزعور يعني؟ ليش لا؟ احتمال ممكن للخميس؟ ايه ليه لا؟ لا تحرقوه ولا لا تنتخبوه؟ نحن ما بنشتغل لنحرق حدا. مزبوط الذي يقال أنه هيدي آخر فرصة لسمير جعجع، إما أن يتمكن اليوم من أن يصبح رئيساً أو لن يكون رئيساً أبداً. أبداً، بالعكس أنا برأيي هيدي بداية الطريق لتكرار
او لايصال رؤساء جديين بلبنان بقامه سمير جعجع. انت اليوم بمرحله رماديه بلبنان، ما فيك تقلعي بسمير جعجع. انت بعد المنطقه هلا يعني من جمعه من جمعتين صار فيها هذا التحول الجيوسياسي الهائل، وبعد الميكانيزم السياسي اللبناني ما لحق هذا المتغير، ما لحقوا بعد. انت بعدك بمجلس نيابي ينتمي الى زمن مختلف. اليوم بتجيبي رئيس عنده حد مقبول من اللي كل حلقه كنا عم نحكي فيه، بعد 6 سنين رايحه مقلره طبعا، والامور المفروض تسير قدما حسب مجرى التاريخ، حسب الامور، حسب المسار الطبيعي للحياه، انه دوله جديه، قدره، مؤسسات، نظام، احترام، قضاء مستقل. الامور بتروح بالاتجاه، وبقدر ما هي بتروح بقدر ما بيصير فيه، بقدر ما بيصير طبيعي من الناس اللي مثل الحكيم يكونوا برئاسه الجمهوريه، واللي منه مثله يروحوا بغياه بالنسيان. طب ليش اليوم الحليف الاول للسعوديه في لبنان لم يلقى دعما سعوديا مباشرا مثل اللي شفناه، او يلي تسرب عن دعم مباشر لجوزيف؟ ما بيكفي الدعم السعودي يوصل حدا، ما اخرة الدعم السعودي او الدعم الامريكي او الدعم البريطاني اللي بدك اياه، بده استاذي يتأرش بالداخل بالبرلمان بدعم كتل نيابيه. المملكه العربيه السعوديه طبعا بتتمنى صديقه وحليفه سمير جعجع يوصل على رئاسه الجمهوريه. سمع هذا الكلام بس من السعوديين؟ ما في لزوم نسمعه، نحن بنقوله، ما انا عم اقوله، يعني نحن ما في لزوم حدا يقول لنا، نحن قاريين كثير منيح المعطيات، بنعرف انه شو قادره تعمل السعوديه للحكيم، انه قادره تجيب له الناس اللي ما بدهم، مش قادره. تمون على الكثيرين. اخوي تمون على الكثيرين، والحكيم بيمون على الكثيرين، شو نحن ما بدنا مين يعمل لنا معاركنا، بس هؤلاء الكثيرين منهم كافيين ليوصلوا على رئاسه الجمهوريه. بدي اشكر وجودك معنا اليوم، بدي اشكر وقتك. انا بشكرك، ميرسي كثير.